لماذا هذا الهجوم الكبير على علم التوحيد الذي رفع في سوريا وعلى لحية رئيس الوزراء السوري الجديد ووزير العدل؟ راح تنصدم من الجواب. السبب خوف من إقامة شرع الله وعودة الإسلام من جديد، لأن الغربيين يقرؤون عن دينك أكثر منك، يعلمون أن الإسلام سوف يعود من دمشق، كما أخبر النبي الله محمد صلى الله عليه وسلم في قوله: عقر دار المؤمنين الشام. وفي تفسير ابن كثير يقول: تكون الشام آخر الزمان معقلا للإسلام وأهله. لذا في الغرب لا يريدون أن يحكم المسلمين أي دولة، والسبب يعلمون أنه إذا حكم المسلمين الدولة ستنهض نهوض سريع، لأنهم راح يحكموا بشرع الله وراح ينشر بالتالي الدين. وكل الاتفاقيات التي أبرمت لعلمنة الدولة وجعل الدولة علمانية يفصلوا الدين عن الدولة راح تسقط، والمنظمات المأتونية والنسوية ستسقط تباعا معها، لأنها هذه الدولة يحكمها مسلمين حق. ومعنى نفوذ سوريا يعني نفوذ الشرق الأوسط كله، والسبب لأنها راح تكون واجهة أمان لكل مستضعف ومنظرة بالمثل في الحرية وعدالة الإسلام. وطبعا راح تكون سوريا تحت الغطاء الإعلامي، وهذا خطر عليهم بالتأكيد. الآن الإعلام يلعب دور كبير جدا في توعية الشعوب، وأهمها قضية فلسطين وغزة. استجلبت تعاطف الشعوب الغربية كلها، وكشفت أكاذيب الغرب إلى أن شعوبهم انتفضوا عليهم. والآن نهض سوريا وعدل المسلمين فيها راح يكون خطر كبير عليهم. راح تنكشف أكاذيبهم عن الإسلام عبر الإعلام. راح يعيش المسيحيين مع المسلمين مع الشيعة وجميع الطوائف تحت كنف العدل الذي أمر به الإسلام، وهذه مشكلة كبيرة لهم. الآن تجمع وعاد علماء الأمة والمفكرين والإعلاميين الكبار إلى سوريا، والتجار والأطباء واليد العاملة، وبدأ التدفق والعودة إلى سوريا. إذن في عندنا نهضة، وراح تكون نهضة سريعة وفي أقل من 4 أعوام. وهذا الكلام يؤكده أحد رؤساء جيش الاحتلال وأمريكا والدول الغربية وبعض الدول العربية المتخوفة من نهضة المسلمين. لهذا السبب هاجموا راية التوحيد ورئيس الوزراء الجديد ووزير العدل السوري، وبدأوا بنشر التخويف والرعب منهم. هؤلاء لديهم لحيتهم ترهبهم، لذلك جيشوا هذا الإعلام من الحسابات الوهمية ومنظمات حقوق المرأة والطفل، وبدأت تتعالى الأصوات، رغم أنه في حكم أهل الأسد اغتصبت النساء وقتل الأطفال وقطعت أوصالهم وبيعوا قطع. ولم نسمع أصوات هذه المنظمات التي تتعالى الآن. لماذا؟ السبب الحاكم كان ضد الإسلام، ضد المسلمين. لذا الهجوم راح يكبر أكثر في الأيام القادمة، واللي بيتصدى لهذا الهجوم المدعوم غربيا وعربيا أيضا هم المسلمين، مو بس من سوريا، من كل بلاد المسلمين الموحدين وبين قوسين السنة. لذا وجب وصل هذا الكلام لكل مسلم على وجه الأرض. مساهمتك في نشر الوعي والدفاع عن دينك جهاد في سبيل الله تبارك وتعالى.